شفت انت المثل اللي بيقول لك يوضع سره في اضعف خلقه؟ اهو هو ده نوريو سوزوكي، وده كان شخص متشرد وفاشل ومفيش رجا منه اصلا. قرر ان هو يغامر ويعمل 3 حاجات نفسه يحققها. الاولى ان هو يلاقي الملازم اونودا، والتانية يلاقي دب الباندا، وبعدين يلاقي رجل الثلج المخيف. هتقول لي هيستفاد ايه؟ انا مش عارف، بس اقول لك على حاجه. ساعات الواحد مننا بيعمل حاجات لا اراديه ومش عارف هو بيعمل ايه الا بعد فتره لما يسال نفسه هو ايه اللي انا كنت بعمله ده. يعني مثلا بتاكل اكل مش صحي لمجرد ان انت بتحبه فمكمل، او عايش في اللفلفه واخد بالك انت، وفي النهايه ما بتختمش زي ما احنا عاوزين برضه. وحاجات انت اكيد ادرى بيها مني، بس بنكتشف بعد فتره طويله اننا كنا غلطانين، بس المشكله بتبقى بعد فوات الاوان. المهم صاحبنا دوت حضر شنطه وراح الجزيره، وبعد 4 ايام قدر يلاقي اونودا ويفهمه ان الحرب انتهت والمفروض ان هو يرجع. وقعد يومين معاه وقرر يكمل رحلته، وقدر يعثر على دب الباندا ومات وهو بيدور على الرجل الثلج المخيف في جبال الهيمالايا. كم هو محزن يا صديقي انك تعاني من اجل لا شيء.